مرحبا، خطر لي احكي هلا عن موضوع. سوري كتير، انا عفوية زيادة عن اللزوم بفيديوهاتي، لا ما بحضرهم ابدا ابدا ابدا، لا شكلا ولا مضمونا. مهم بحب كل شي عفوي، بآمن بالعفوية. بدي احكي عن موضوع عن الزواج الروحي. مش الروحاني، الروحي. يعني ما مش زواج جسدي ولا زواج مادي. يعني ممكن اتنين ما بيلتقوا، يعني وجها لوجه. اكيد بيكونوا شايفين بعض، يعني مش هيك الواحد مثل- يعني مثلا هيدا الشي ما رح يفهموا الا الاشخاص اللي عن جد كتير عميقين. يعني الاشخاص اللي عن جد كتير مادية وكتير جسدية وشهوانية آه ما رح يفهموا ابدا، بالعكس رح يستهزئوا بركة. وهيدا الشيء اكيد اذا ما بيرضي الرب انا بعمل له ديليت للفيديو. بس اوقات في اشخاص مرضى ما بيقدروا يتزوجوا زواج جسدي ولا زواج مادي ولا شيء، او هن بيكونوا روحانية. في اشخاص عن جد بتحسون ما بيهمهم قصص جسدية ابدا ابدا ابدا، يا وصلوا لمرحلة ناضجة كتير، يا قريبين كتير من الرب، يا بحسوا انه هن بحاجة مثلا يتزوجوا زواج روحي. بركة الله هن بيحبوا الله وكل شي، بس بحسوا انه بحاجة لشخص ياخدوا يعني ياخدوا ويعطوا معه، يعني يحكوا يطمنوا عليه، يصير في حديث بس كله روحي. يعني بيحكوا مع بعض بس يعني غير الاشخاص الكابلز اللي بيكونوا هن يعني متزوجين عادي في اطفال، هونيك اكيد ما بده يكون في اطفال، وبده يكون اكيد يعني هيدا زواج قدام الرب. واكيد اذا حدا اجاش شريك بده يتزوج، ممنوع حدا يكون مثل ماسك التاني. لا، شخص بيكون حر. اذا ربنا بيكون كاتب لحدا من هود اتنين انه يتزوجوا، يعني لازم يحطوا مثل انه شي ما يتضايقوا اذا هيدا الشي ريده ربنا. هلا اكيد لازم الشريكين يكونوا موافقين، مش شريك واحد وشريك تاني ما خصه. يعني لانه بدهم يقولوا ايه اكيد ما رح يكون بهمهم لا قصص جسدية ولا مادية ولا شيء. يعني بركة ما بيحبوا الالتزام حتى بأمور مثل المتزوجين زواج عادي. هيدا زواج روحي، يعني هود الشخصين ما بيقدروا ينفصلوا، روحهم ما بتقدر تنفصل عن بعضها. يعني بتلاقوهم انه عطول مثلا بدهم يعرفوا عن بعض، بدهم ما بعرف عندهم، يعني حتى المواضيع اللي بيحكوا فيها منا مواضيع مثل بينحكى فيها عطول. انا عندي مثلا خي روحي، اكيد قدام الرب صار خي روحي، ما في هيك قصص هيك مثل لعب ولاد. بتحسوا انه هيدا الشخص ربنا حاطته، بتحسوا في شي مش طبيعي، ما بتحسوا هيدا الشي لحدا غير. في اوقات رفقة روحية، في اخت روحية، في ام روحية، في بي روحي. مثل بي تبع الكهنة بنقول بي روحي. يعني ما تكونوا هيك مثل موضوع جديد دغري بتاخدوه بطريقة كتير سلبية او هيك. لا، بتعرفوني انا يعني اكتر من عقلي تمسك كتير ما في. و يعني تأملوا بهذا الموضوع، مش ضروري تعيشوه بس تأملوا. وعلاقتنا مع الرب هي أحلى علاقة، يعني شيلوا كل شي على جنب. لا علاقة الأم مع ابنها، ولا البي مع بنته، ولا الأبناء مع أهاليهم، كله علاقات تحسوها ما بعرف، ما عم حس هيك. يعني مثل ما أنا عم شوف ما في شو بيقولوا بيوريتي، هالقصص الحلوة اللي هيك بتخلي الشخص عن جد. ما بعرف، بس حبيت هيك احكيكم بهذا الموضوع عن جد لانه حلو. شاركوني اذا حسيتوه طبيعي او مش طبيعي،
او بينقبل او ما بيزبط، ما بعرف.